من صغري والدي توفى. رحت بعد كده اشتغلت في كذا محل، مكواج اشتغلت، كوفير اشتغلت، سلوجي بتاع عربيات اشتغلت، مصورات اشتغلت. وبعد كده هوت ما كنتش غاوي الحاجات دي. جه واحد قريبنا بيشتغل في نفس المهنه، فقلت له عاوز اشتغل عندك والكلام من ده. قال لي طب تعالى. دي كده بقى لي اكتر من 55 سنه، يعني كنت عيل صغير كده، كنت بتنطط من هنا لهنا لهنا. كنت يعني اشتغل عندنا كام شهر ولا سنه واسيبه واروح لواحد تاني وبتاع، لغايه لما جيت كده، لغايه لما حصل نصيب ان ايه دي ثبت فيها ما بسيبهاش. اقعد هنا لغايه لما اروح. كنت التاني ممكن اسيبه وازق، اقول له راح دورة المايه اخد بعض واروح. عندي باجور نمرة 2 وعندي باجور نمرة 1، وعندي باجور تحفه صغير كده زيرو مش موجود النهارده، بعلبته بصندوق واعمل له جراب. لو تشوفيه تحفه، مش موجود عند حد، ولا اي حد مننا دي عنده، ولا التوكيل حتى اللي هو المصانع اللي بتعمله. عندي عيالي في الشتاء لازم يقعدوا جنب منه كده، مؤاخذه لو هيعملوا شاي، يعمل فشار، يعمل حمص الشام، يبقى قاعد جنب منه يسوي الحاجه. عايزين نتعشى ولا كلام منه، يحط اكل يسخنه عليه واحنا قاعدين نعمل شاينا عليه وكلام من ده، ونفضل كده لغايه لما نيجي ننام. ممكن ننام وهو يفضل شغال. دي شغلتي واحبها. انا كنت مؤاخذه في الكلمه لما اجي اخش الحمام، اخد الباجور دوت ما اشيلوش من الحمام لغايه لما اخلص. لما اجي اخرج افضل مشغله، يبقى يعمل بخار جوه في قلب الحمام بالبستله كده. كان في بستلات صاج احطها عليها، وبعد كده جه 3 بستلات المونيا افضل حاططها على الباجور تسخن ويغمق، اروح حاططها مؤاخذه في طشتيه كبيره كده اعملها زي بانيو، واروح قاعد مؤاخذه في طشت الاقي في جسمي وكلام من دوت، وافضل اخد وادي البتاع. الحمد لله يعني في حاجات صناعيه كبيره يعني اكبر مني واحسن مني، بس في عيوب صغيره ممكن تفوتهم ما عرفوش يشغلوها، فبيجيني الحمد لله بعديها الحمد لله. الباجور بيشتغل بالبنزين، وده الدراع بتاعه بيعبي هواء، وهنا ليه دراع بيعلى ويوطى منه، وهنا ليه ابره داخليه جواه اللي هي دي ترفعيها كده مؤاخذه لو في عكاره في البنزين ولا حاجه، تروح ايه نطره العكاره تروح مرجعاها تاني. ده القمع بتاعه، كل واحد بيعمره بيحط المواد القمع في قلب منه كده ويعمر بنزين زي ما هو عاوز كفايته ويكتفي، يبقى بس كده. دي رجلين لو في حله مؤاخذه حاجه كبيره بتتحط فوق منها، لو عايز كنكه صغيره ولا حاجات من دي اعمل قهوه ولا كلام من اهي، دي عشان خاطر الايه القهوه بتبقى كده. بعد ما يتربط ادي نفس من هنا، يطلع بقى الجاز من هنا اهو ويشتغل. ودي ابره لو سد يسلك بيها، هو ده شغله. وده حاجه اسمها طربوش بيتحط عشان يلم النار، لما النار تبقى واسعه تبقى ملمومه في قلب القعده دي. المهنه دي مفيش حد بيشتغل فيها، لكن انا عشان بحبها وماليش غيرها وربنا ولا بحبها بشتغل فيها، يعني فدي حاجه يعني اعتز بيها ان انا بحب مهنتي. الاول كنت دي ما بقعدش اجي اكل الشندوتش بتاعي، حتى لو عايز افطر واجيب شندوتش مثلا يكون هجيبه الظهريه عشان اكله مش الصبح، يعني يعدي عليا الظهر ابقى نفسي عايز اكل جعان بس ما اعرفش اكله، اروح ماسكه مؤاخذه عشان ايديا بيبقى كلها باب وجاد، اروح جايب الشندوتش كده وانا شغال ما اعرفش اقعد اكل، لان من كتر الزباين عايز تمشي، مفيش بوتاجازات كتير وبتاع. في ناس كتير هنا كان غالبا يعني زي حالاتنا كده بيشتغلوا شغلتهم الباجور، ما عرفوش معهمش يجيبوا بوتاجاز معنى الكلام ولا يخشوا في حاجات من دي. فكنت بقف اجيب مؤاخذه حته ورقه امسك الشندوتش اخد منه قطمه واقف اشتغل شويه واروح كده لما اكل الشندوتش بتاعي. النهارده بقى ربنا يكرم كل واحد طبعا جاب بوتاجاز وبتاع، فالمهنه قلت. فين وفين بقى لما بيجي زبون نعمل له شغل، يعني ممكن دلوقتي كل كام يوم لو جت حاجه